السلام عليكم. أول رد فعل من رضا عبد العال بعد فوز الأهلي على أسوان بالثلاثة، ويسخر من مرتضى منصور والزمالك بسبب كهربا. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد فوز الأهلي على أسوان بثلاثية ليؤكد الأهلي صدارته في قمة الدوري العام. من ناحية أخرى صرح رضا عبد العال وقال بعد هذه المباراة الأهلي النهاردة حط على أسوان بعد اللي حصل له في السودان، وبصراحة الأهلي عمل ماتش عمره النهاردة، وكولر لعب بالطريقة الصح من البداية. وأحسن حاجة عجباني في الماتش دوت الواد كهربا. بصراحة كهربا عجباني دماغه قوي. كهربا مش شاغل دماغه لا بمرتضى ولا بالزمالك ولا التخاريف اللي بيقولوها، بيستغل كل ثانية بيلعبها مع النادي الأهلي، وحط النهاردة جون بالراس. وأنا بطلب من كولر إن هو يلاعب كهربا في كل الماتشات، وهو هيثبت جدارته في مركز راس الحربة اللي الاهلي مفتقده، وخصوصا محمد شريف اللي بيضيع اجوال بالجملة. وهي دي فرصتك يا كهربا تمسك فيها بايدك واسنانك. وهو كهربا بيصفع تاني مرتضى منصور والزمالك وبيسجل هدف النهارده زي ما سجل فيهم في الدوري. انا بقول لك يا سيادة المستشار، انت طول ما بتزود العيار على كهربا بيرد عليك في الملعب. وانا عارف ان سيادة المستشار دلوقتي متجنن من تألق كهربا وعمال يلطش في جمال عبد الحميد وخالد لطيف وخالد الغندور ومش طايق نفسه. وانا بقول للزملكاوية انسوا الدوري، الاهلي راكب الدوري من زمان وكل يوم بيعدي عليه، الدوري بيموت بالنسبة للزمالك. وفي النهاية لو انت محب للنادي الاهلي اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.